السلام عليكم شباب تانية ثانوي، اهلا بيكم. معاكم مستر عواد، وده شرح ليسون 3 في شابتر 3. اول حاجه عايز اقول لك كده على كام حاجه لو انت مش واخد بالك منها. الدرس اللي قبل ده على طول هو مش هتلاقيه عندك في التشانل على اليوتيوب، هتلاقي في البلاي ليست ليسون 1 شابتر 3، وهتلاقي ليسون 3 على طول في شابتر 3، انما ليسون 2 مش هتلاقيه عندك، لان ده زي ما انتوا عارفين كده ومعظمكم دخل بعت لنا الشابتر ده او الليسون ده هو نزل على منصه خارجيه. فعلشان لو انت ما كنتش عارف او لو انت يعني ما اخدتش بالك من البوست اللي احنا نزلناه، فالدرس ده بالذات موجود على منصه خارجيه، تقدر تشتري الكود بتاعها وتروح تتفرج عليه، وبعد كده تيجي تكمل هنا عادي في ليسون 3 وليسون 4 اللي هتنزل على اليوتيوب. وبكده يبقى المنهج بتاعك كله نازل على اليوتيوب ما عدا ليسون واحد بس اللي هو ليسون 2. واحنا بس كنا بنعمل كده علشان يعني نبقى في تجربه للمنصه، في تجربه للموضوع ككل. الموضوع يعني كان محتاج مننا تيست بس مش اكتر من كده، حتى الحصه نزلت بسعر بسيط جدا. فدي اول حاجه. فلو انت ما كنتش لسه اتفرجت على ليسون 2 فهتلاقي في الديسكريبشن تحت، انزل تحت في الفيديو هتلاقي اللينك بتاع المنصه للاندرويد وللايفون وكمان لللابتوب. فانت هتلاقي 3 لينكات، دوس على واحد منهم، شوف انت عايز تنزله على انهي ايه بالظبط، فدوس على واحد منهم. لما تنزل الابلكيشن هتبعت او هتدخل تعمل اكونت، تمام، وتبعت للرقم برضو اللي هتلاقيه في الديسكريبشن اللي اوله 015، فابعت للرقم ده هيبعت لك كود تقدر تخش تتفرج بيه على السيشن، وبعد كده تيجي تكمل هنا عادي على اليوتيوب. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه برضو اللي انا حابب اقولها لك، ان انت هتلاقي تحت في الفيديو برضو هتلاقي PDF صغير في 3 دروس، في ليسون 2 اللي هو اوريدي نزل على المنصه، في ليسون 3 اللي انت اوريدي بتسمعه دلوقتي، وفي ليسون 4 اللي انت هتسمعه بعد كده او هتسمعه الحصه الجايه او الفيديو اللي هيبقى ده بعد ده على طول. وده علشان الجزء ده حصل فيه ابديت كده، ابديت كتير، في حاجات اتشالت وحاجات اتحطت، فاحنا عملنا ابديت للجزء ده اللي نازل من الكتاب ونزلناها لكم في صوره PDF. طبعا هو الابديت ده حصل في صفحه مثلا او صفحتين ماكسيمم من كل درس، بس عشان ما تبقاش متلخبط، وعلشان برضو الناس اللي هي اوريدي مش معاها الكتاب يبقى معاك PDF كامل للحاجات اللي احنا اوريدي هناخدها من الليسون ده او من ال3 ليسون دول. طيب ده كده ببساطه اللي احنا عملناه، فيلا بينا نبدا ليسون 3 او ليسون 3 في شابتر 3. نمبر 5 يا شباب اللي هي الميتال والنون ميتاليك بروبرتي. طبعا بقول لك هنا نمبر 5 علشان ليسون 2 اللي هو كان قبله على طول كان فيه 4 بروبرتي اللي هم الاتوميك راديوس والايونايزيشن بوتنشال والالكترون افينيتي والالكترونيجاتيفيتي، والاربعه دول موجودين كلهم في ليسون واحد اللي هو ليسون 2 اللي انت هتروح تشوفه على المنصه وبعد كده تيجي تكمل على اليوتيوب. فلو انت لسه ما شفتش الفيديو اللي نزل على المنصه فانت روح اتفرج عليه علشان تبقى فاهمه، او حتى يا سيدي ذاكره مع نفسك او اقرا من الكتاب، يعني اعمل اي حاجه، بس المهم ان انت تجيد الليسون ده مذاكر الليسون اللي فات، عشان هنا في شويه حاجات هنقولها في النص هي معناها كان وشرحها في الليسون اللي فات، عشان بس تبقى ملم بكل حاجه. طيب نمبر 5 بيتكلم عن الميتاليك والنون ميتاليك بروبرتي. يعني زي ما انت عارف كده من اعدادي ان انت دلوقتي الميتال او البريدكت تيبل في element احنا بنصنفهم ميتال وفي element بنصنفهم نون ميتال. طيب مبدئيا كده هو مين الشخص اللي عمل كده؟ الشخص اللي عمل كده واحد اسمه بيرزيليوس، ماشي؟ فبيرزيليوس ده اسم الشخص او اسم العالم اللي صنف الاليمنت لميتال ونون ميتال، اسمه بيرزيليوس. فبيرزيليوس ده عمل كلاسيفيكيشن للاليمنت الميتال ونون ميتال. والسنه الجايه انت هتسمع مني ان شاء الله نفس العالم ده هتسمع اسمه في الاورجانيك ان هو صنف الكومباوندز، الاورجانيك كومباوند وان اورجانيك كومباوند، فانت ده هتسمعه السنه دي وهتسمعه السنه الجايه. ملوش اي بس لازمه في الموضوع غير ان هو صنف لنا الاليمنت ميتال ونون ميتال. طب هو عمل كده بناء على ايه؟ عمل كده بناء على صفاتهم، يعني لقى شويه ميتال بتلمع وبتكوندكت الكتريستي كويس، قال لك بس خلاص دول هنسميهم ميتال. طب شويه اليمنت تانيين مش بيلمعوا ومش بيوصلوا كهرباء، قال لك خلاص دول هيبقوا نون ميتال، فديبندنج على الفيزيكال بروبرتيز بتاعتهم صفاتهم عامله ازاي فصنفناهم التصنيفه دي. طيب الميتال دول بقى موجودين فين في البريدكت تيبل؟ هو معظم البريدكت تيبل هو بيبقى ميتال، يعني انت زي ما انت شايف كده الاس بلوك، الاثنين بتوع الاس بلوك والاثنين بتوع الدي بلوك او الدي بلوك كلها وشويه ناس من البي بلوك، كل دول بنصنفهم ان هم ميتال. طبعا الهيدروجين هنا هو مش ميتال، هو نون ميتال.
فدي اول حاجه. طيب النون ميتال بقى هم مين؟ هم شويه اللي لونهم اصفر اللي على ايدك اليمين بما فيهم النوبل جاز، فدول كمان يصنفوا نون ميتال. اللي في النص دول السلم الاخضر ده كده بروبرتي او نوع جديد او نوع ثالث من الاليمنت اسمها ميتالويد. الميتالويد دي هنتكلم عنها كمان شويه، بس على الاول نتكلم عن الميتال والنون ميتال والميتالويد. ايه الفرق ما بين الميتال والنون ميتال؟ اولا احنا بنعرفهم ازاي؟ احنا بنعرفهم من الفالنس الكترون بتاعتهم. يعني ايه من الفالنس الكترون؟ شايف فين فالنس الكترون دي؟ اوكي، الفالنس تشيل بيبقى فيه عدد الكترون اقل من الكباستي بتاعته او اقل من هاف الكباستي بتاعته. يعني ايه؟ تعالى اقولها لك بشكل ابسط شويه. يعني مثلا انا دلوقتي بتكلم عن الاي ال ده 13، فالمفروض ان انا لما هوزعه لاقرب نوبل جاز اللي هو النيون، وبعد كده 3s1 او 3s2 وبعد كده 3b1. هنا فين الفالنس تشيل؟ الفالنس تشيل هو اخر ليفل وصلت له، الليفل اللي هو كام؟ الليفل الثالث. فالليفل الثالث على بعضه في كام عندك؟ هنا في 2 في الاس وفي 1 في البي، فانت عندك هنا 2 الكترون في الاس و1 الكترون في البي، فالليفل الثالث على بعضه جواه كام؟ جواه 3 الكترون. فانا لو لقيت 3 الكترون في الفالنس تشيل هعرف ان هو ميتال. طب 3 بس؟ لا مش 3 بس، هو اي رقم يا 1 يا 2 يا 3. يبقى عدد الفالنس الكترون هنا بيكون يا 1 يا 2 يا 3. العكس في النون ميتال، عندنا هنا عدد فالنس الكترون اكتر، فالفالنس الكترون اللي هنا بتكون هنا نيون وبعد كده 3s. طبعا انا هنا مثلا انا هوزع مثلا CL 17 هتبقى نيون وبعد كده 3s2 وبعد كده 3b5. فانت دلوقتي عندك كام فالنس الكترون؟ الليفل الثالث فيه 2 في الاس وفيه 5 في البي، فبالتالي انت عندك كام؟ انت عندك 7 فالنس الكترون. فالفالنس الكترون لو كانوا 5 او 6 او 7 يعني رقم كبير، فده معناه ان هو نون ميتال. طيب دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الميتال بقى بيحبوا يعملوا ايه؟ عشان هم عندهم فالنس الكترون قليله، فهم عايزين يعملوا لوز للفالنس الكترون دي عشان يبقى زي اقرب نوبل جاز. يعني مثلا الاي ال ده لو فقد الثلاثه دول هيبقى زي اقرب نوبل جاز ليه اللي هو النيون. فعشان كده الاليمنت اللي هم الميتال بيحاولوا يلوز الكترون، فهو تند تو لوز الكترون، عشان كده قلنا عليه ان هو الكترو بوزيتيف اليمنت، لان هو تند تو لوز الكترونز، بيحاول ان هو يفقد الكترونز. خلاص هو قفش مش هيكتب، فهو تند تو لوز الكترون. فلو انا جيت قلت لك هم ليه الميتال كجيف ريزون، يعني الميتال النون ميتال بقى يا صديقي هيبقى العكس تماما، هم عايزين يعملوا جين لالكترون، فبالتالي هنسميهم الكترو نيجاتيف اليمنت عشان هم تند تو جين الكترونز. وده برضه ممكن اسالك عليها give reason. A non-metal is considered electronegative element، بتقول لي because it tends to او they tend to gain electron، عشان كده هم electronegative. طيب الحاجه الثالثه، احنا النون ميتال دول هم مجازا فين؟ النون ميتال مجازا موجودين على ايدك اليمين في البريدك تيبل، والنون ميتال موجودين على ايدك الشمال في البريدك تيبل. وانا عارف من الحصه اللي فاتت ان وانا ماشي كده الراديوس بيحصل له ايه؟ الراديوس بيديكريز، والاي ان او الاي اي اللي هي الايونيزيشن انرجي والاي ان اللي هي الالكترونيجاتيفيتي بتزيد هما كمان، فده الراديوس بيقل والاثنين دول بينكريز. فبالتالي بما ان الميتال موجود على ايد الشمال، فده معناه ان هم عندهم ايه؟ عندهم لارج راديوس، الراديوس عندهم كبير، وعندهم لارج فاليو او عندهم سمول فاليو من الايونيزيشن انرجي والالكترونيجاتيفيتي. طبعا هنا الالكترون افينيتي هنكنسلها لان اتفقنا خلاص ملهاش ترند او ملهاش جرادويشن، فدول هيكون عندهم سمول فاليو من الاي ان والاي ان. تمام؟ اللي هي ايه؟ يعني ببساطه كده عشان لو انت متلخبط معايا احنا ممكن نعملها بشكل بسيط كده، ان احنا نقول ان دول عندهم ده كده الميتال اللي انت بقى هتكتبه هنا، هتكتب عندهم لارج راديوس وعندهم سمول اي اي واي ان. لو انت مش فاهم يعني ايه اي اي واي ان فده شرحها في الليسون اللي جايه. عندك هنا النون ميتال عندهم ايه؟ والله دول موجودين في اخر بيريد، يعني الراديوس بيقل، فده معناه ان كده ان عندهم سمول راديوس وعندهم لارج فاليو من الاي ان الالكترونيجاتيفيتي والاي اي اللي هي الايونيزيشن انرجي.
حاجه انت عارفها من زمان ان الميتال هم جود كوندكتور للالكتريستي، لكن النون ميتال هم باد كوندكتور، فدي معلومه قديمه. بس احنا النهارده بقى هناخد ايه؟ هناخد ان هو ليه بيحصل كده، هو ليه باد كوندكتور وليه جود كوندكتور. تعال اقول لك هو ليه باد كوندكتور وليه جود كوندكتور. الالكتريستي يا صديقي هي حركه الكترون، يعني انت لو في الكترون بتتحرك اصلا من مكانها يبقى ده معناه ان هنا في كهرباء، في اوريدي سيل كده ماشي فيه كهرباء، يعني في الكترونز ماشيه من مكانها او بتتحرك من مكانها. طب لو الالكترون دي ساكنه في مكانها وما بتتحركش او بتلف حوالين الاتوم بتاعتها هي بس من غير ما تتنقل من اتوم لاتوم لاتوم، فده معناه ان انت كده ما عندكش كهرباء. بدليل ان انا لو جبت سلك نحاس ومسكته كده زي ما انا ماسك القلم ده من الطرفين بتوعه اكيد مش هتكهرب، على الرغم ان هو جواه الكترون وجواه اتوم وجواه كل حاجه، بس ما كهربتش ليه؟ عشان الالكترون دي واقفه في مكانها. لما بتوصل بقى السلك ده بالكهرباء فبتبدا بقى ايه؟ تتحرك الالكترون، فيبقى السلك ده فيه كهرباء فعلا. الكلام ده سهل ان هو يحصل عند مين؟ سهل ان هو يحصل عند الميتال. ليه؟ عشان الميتال زي ما احنا متفقين من شويه ان عندهم لارج اتوميك راديوس، فبالتالي الراديوس كبير والالكترون ده بعيد، فالالكترون ده حر الحركه، سهل ان هو يتحرك. عشان كده بنقول ايه؟ بنقول ان الفالنس الكترون عندهم ويكلي باوند تو نيوكليس، يعني ممسوكه ضعيف او مش اتراكتد قوي للنيوكليس، فبالتالي هي ضعيفه او بعيده عن النيوكليس، عشان كده بتتحرك بحريه اكتر. فدي ممكن نقول عليها ايه؟ ممكن نقول عليها فري موفمنت، يعني سهله الحركه، عشان كده بيوصل كهرباء. انما في النون ميتال ما بيحصلش فيه كده. الراديوس هنا او النيوكليس هنا، الراديوس او الالكترون هنا، فالالكترون ده قريب من النيوكليس، عشان كده هو ممسوك جامد من النيوكليس، عشان كده هو مش سهل الحركه. فبالتالي ده هيكون ايه؟ هيكون الفالنس الكترون strongly bound to nucleus، ممسوكين جامد من النيوكليس، فبالتالي هم not free movement، دي مش سهل الحركه او حر الحركه، عشان كده الميتال بيوصل كهرباء لكن النون ميتال ما بيوصلش. نيجي بعد كده للنوع الثالث اللي هو الميتالويد. الميتالويد دول يا صديقي بقى عايزك تعتبر ان هم ابن الميتال والنون ميتال، يعني الميتال والنون ميتال بالنسبه لهم بابا وماما. عارف انت ايه؟ لما يكون عندك شويه صفات واخدها من ماما وشويه صفات واخدها من بابا، فبالتالي انت ميكس ما بينهم هما الاثنين. ممكن تكون واخد ده من شكله، واخد من ده شكله ومن ده صفاته، او العكس. هنا النون ميتال او الميتالويد هي في النص ما بينهم، فعشان كده هي واخده من هنا حاجه ومن هنا حاجه ثانيه. يعني واخده من الميتال ايه؟ الابييرنس بتاعهم، شكلهم عامل ازاي، ممكن يكونوا بيلمعوا وعندهم ميتاليك شايني كده زي الميتال. انما النون ميتال واخدين صفاتهم، فاهم الفكره؟ زي ما انت تكوني ايه؟ انت شبه ماما بس انت واخده صفات بابا، او انت واخد صفات ماما بس انت شبه بابا، فهي حاجه في الرينج ده. فدي اول حاجه. طيب الحاجه الثانيه، انت قلت لنا ان الميتال هم جود كوندكتور والنون ميتال هم باد كوندكتور. دول ايه بقى؟ دول في النص، دول نون، يعني مش نون، هم سيمي كوندكتور، يعني هم بيوصلوا كهرباء بس مش قوي، بيوصل كهرباء ايه؟ نص نص كده. فبالتالي بنقول عليهم ايه؟ بنقول عليهم intermediate conductivity، يعني متوسطين كتوصيل الكهرباء، عشان كده بنقول عليهم ايه؟ بنقول عليهم سيمي كوندكتورز. انا هنا كنت بتكلم في النقطه دي. their electric conductivity less than الميتال، مش حلوه قوي زي الميتال لكن مش وحشه قوي زي النون ميتال، هم ايه؟ في النص، عشان كده قلنا عليهم سيمي كوندكتورز، يعني هم اشباه موصلات، في حاجات ايه؟ شبه كده بيوصل كهرباء. طب ده نستفيد منه في ايه؟ نستفيد منه في الالكترونيك ديفايس، لان هنا في الالكترونيك ديفايس ساعات ببقى عايز حاجات مش بتوصل كهرباء قوي وفي نفس الوقت مش باد كوندكتور ولا قطعه خالص، فانا عايز حاجه في النص الكوندكتيفيتي بتاعتها تكون متوسطه، فالميتالويد هم انسب تشويس في الحاله دي. حاجه كمان طبعا من ضمن صفاتهم ان هم كالكترونيجاتيفيتي هم برضو في النص ما بين الميتال والنون ميتال. يا جدع ده حتى في البريدكت تيبل هم في النص ما بين الميتال والنون ميتال، يعني هم السلم الازرق اللي نازل لتحت ده طبعا بمختلف الالوان، يعني ممكن تلاقي نسخه بريدكت تيبل عاملاه اصفر او نسخه ثانيه عاملاه جراي، وات ايفر هو ايه هو السلم اللي نازل ده. اشهرهم اللي لازم تبقى عارفهم البي اللي هو اسمه بورون، والاس اي اللي هو سيليكون. الاثنين دول يعتبر اشهر اثنين في الميتالويد. طيب نيجي للنقطه بقى اللي بعدها. الميتالويد دول او الميتاليك والنون ميتاليك بروبرتي بيحصل لها ايه جوه البريود وجوه الجروب؟ ولو انت مستغرب الكلام ده يعني ايه بيحصل لها ايه جوه البريود ويعني ايه بيحصل لها ايه جوه الجروب، فده معناه ان انت محتاج تشوف ليسن 2. فشوف ليسن 2 باي طريقه انت عايزها، بس احنا زي ما قلت لك كده اول الحصه ان ليسن 2 هنكون محتاجينه النهارده لان هو فيه اساسيات كتير.
فواحنا ماشيين في البريدكت تيبل من الرايت او من الليفت للرايت، من الشمال لليمين، ايه اللي بيحصل؟ بنلاقي ان الميتاليك بروبرتي بيحصل لها ايه؟ بتديكريس، بتقل. يعني ايه بتقل؟ يعني انت بتبدا بميتال قوي واللي بعديه بيبقى اضعف، بعديه بيبقى اضعف، وهكذا لحد ما الميتاليك بروبرتي تختفي تماما وما يبقاش عندك ميتال. عشان كده بنقول ايه؟ ان الميتاليك بروبرتي بتقل. طيب لما هي تقل مثلا واجي عند بيريد زي بيريد 3 كده، انت عندك ان ايه ده ميتال، وام جي ميتال، وايه اللي كمان ميتال، الثلاثه دول ميتال. مين عنده اكتر ميتاليك بروبرتي؟ اكيد هتبقى الان ايه، لان وانا ماشي كده الصفه نفسها بتقل. طيب لحد ما هتختفي تماما وهيبدا يظهر مكانها مين؟ هيبدا يظهر مكانها النون ميتال. فالنون ميتال لما يجي هيبدا ايه؟ هيبدا ضعيف، تمام؟ فبالتالي هيبقى اقوى واقوى لحد ما يوصل لاخر بيريود يبقى اقوى حاجه. فعشان كده النون ميتاليك بروبرتي كصفه بتزيد وانت ماشي. علشان كده انت لما توصل للاف، الاف ده بيكون السترونجست ميتال عندك. فالاف هنا واخد لقب ايه؟ سترونجست نون ميتال. الاف واخد لقب strongest non-metal، يعني ده اقوى نون ميتال عندنا اللي هو مين؟ اللي هو الاف. طب كريديوس هو واخد برضه لقب ان هو smallest radius، فالاف دي هي اصغر راديوس واكتر نون ميتاليك بروبرتي او السترونجست نون ميتال. طيب تعالى بقى نشوف في الجروب. في الجروب بقى اللي بيحصل وانت نازل، خلينا بس نتفق على حاجه عشان ايه ما تبقاش تايه مني. احنا كده ممكن نقول ان الميتاليك بروبرتي، الصفه الميتاليك، هي دايركتلي مع الراديوس، يعني في راديوس كبير في ميتاليك بروبرتي قويه. اعكسها بقى في النون ميتال. النون ميتاليك بروبرتي هتكون ايه؟ هتكون انفرس مع الراديوس، يعني في راديوس قليل في نون ميتاليك بروبرتي قويه، وهو ده اللي حصل في الاف، ان هو عنده اصغر راديوس فبالتالي هو عنده اقوى نون ميتاليك بروبرتي. واحنا نازلين في الجروب الميتاليك بروبرتي هيحصل لها ايه؟ شوف الراديوس هيحصل له ايه. طب انا عارف اصلا من ليسون 2 ان وانا نازل الراديوس بيزيد، خلاص طالما الراديوس بيزيد يبقى الميتاليك بروبرتي هتزيد هي كمان معاه، ويبقى فعلا وانا نازل الميتاليك بروبرتي هتزيد. فالسي اس كده هو واخد لقب ان هو اقوى ميتال او اللارجست راديوس، لان هو هنا فعلا هيكون اكبر راديوس. فالاس السي اس والاف هما الاثنين واخدين اللقبين دول. وبرده احفظ الرقم بتاعهم عشان ساعات بيجي في السؤال يختبرك بالرقم. يعني ايه يختبرك بالرقم؟ يعني ما يجيبلكش سيره ان هو سي اس بس، يجيب لك سيره ان هو 55، فانت تبقى عارف ان السي اس 55 وعارف ان الاف كام؟ عارف ان الاف 9. طيب تعالى نروح للنون ميتاليك بروبرتي. وانا نازل خلاص من غير ما نقرا انت خلاص عرفت، لان انا لسه قايل لك ان النون ميتاليك بروبرتي ماشيه عكس الراديوس. فوانا نازل الراديوس بيزيد يبقى ده معناه ان النون ميتاليك بروبرتي بتقل، يبقى عشان كده اقوى نون ميتال موجود فوق، وانا نازل الصفه بتضعف. عشان كده وانت نازل النون ميتاليك بروبرتي بيحصل لها ايه؟ بتقل، لكن هنا بيحصل لها ان هي بتزيد. هتلاقي هنا طبعا سؤالين من نوعيه اللي هو ليه ده اقوى ميتال وليه ده اقوى نون ميتال، اللي احنا اوريدي قلناها فوق، بس تعالى بقى نشوفها كاجابه. ليه السيزم يعتبر السترونجست ميتال؟ وعلى فكره السترونجست ميتال دي ممكن اسميها او اقول عليها بعد كده الموست اكتيف ميتال، اكتر اليمنت رياكتيف او اكتر ميتال رياكتيف. والكلام ده نفس الكلام ممكن اقوله على الاف، ليه هو سترونجست نون ميتال او الموست اكتيف او الموست ري اكتيف. الكلمتين هيدوا نفس المعنى، نون ميتال. عشان ايه؟ لو انت شفتها تبقى انت عارف. طيب ليه بقى؟ طبعا الموضوع مرتبط ارتباط وثيق بمين؟ بالراديوس. فانت عندك هنا الاتوميك سايز بتاعت السيزيوم very large, therefore the attractive force اللي هي الزف يعني to the nucleus او of the nucleus to electron اللي هيحصل لها will decrease, therefore it's very easy to lose electron. طبعا دي اجابه مكلكعه جدا. انت ممكن تقول because ان هو عنده as in radius increase، فبالتالي الزف هت decrease. الزف دي اللي هي الاتراكشن فورس اللي وقع على الالكترون، فبالتالي ان هو easy to lose electrons. اعكس الكلام الناحيه الثانيه. ليه النون ميتال ده قوي؟ علشان هتقول لي ان as ان الراديوس ديكريس ايه اللي هيحصل؟ الزف هي increase، فبالتالي هو easy to gain electron. بس ده ببساطه اختصار كل الكلام اللي مكتوب ده، وده اللي احنا قلناه. هو في الجروب ليه بيقل وليه بيزيد؟ احنا برضو ممكن نختصرها. ليه في الجروب الميتاليك بروبرتي بتزيد؟ هتقول لي برضو علشان وانت ماشي الراديوس ميتاليك بروبرتي انكريز في الجروب،
هو نفس الاجابه اللي احنا فوق، ان الراديوس هي increase فبالتالي الزف هتديكريز، فبالتالي هو easily to lose electron، والناحيه الثانيه هيبقى زيها بالظبط. طيب نيجي بعد كده للصفه اللي بعد كده اللي هي acidic وبيزك property. دي صفه مهمه ماشي، والحته اللي فيها مهمه لان هي الحاجه الوحيده اللي عندك في المنهج اللي فيها reactions، دي الحته الوحيده اللي فيها تفاعلات. هتقول لي طب ما هو شابتر 1 كان فيه ايكويشنز، هقول لك ايكويشن مش رياكشن، ايكويشن انا كنت بجيبها لك علشان نعرف نحل عليها المساله او نطلع منها ارقام، انما هنا الموضوع مختلف، هنا انت محتاج تبقى فاهم يعني ايه ايكويشن، الايكويشن دي بتعرف تعمل لها بالانس، فاهم يعني ايه اسيد يعني ايه بيز، يعني هنا انت لازم تبقى فاهم تفاصيل الرياكشن نفسه او الايكويشن دي تمت ازاي او الرياكشن ده حصل ازاي. طيب تعالى هنا افهمك الموضوع ده بيمشي ازاي، بس قبل ما نبدا في الانواع وكل الكلام الجميل اللي عندك ده، تعالى ايه الاول نتناقش كده في حاجه وبعد كده نرجع هنا. بحاول ادور لك بس على اي حته فاضيه نكتب فيها الكلام ده. ماشي، مفيش حته فاضيه، لا دي عايزينها نكتب فيها. طيب ماشي، ممكن يا سيدي نعمل ايه؟ ممكن نعملها هنا في الحته دي. انت كده في بيج كام؟ في بيج 138، عشان لو انت عايز تكتب الكلام ده في الحته الفاضيه او تكتبها في النوت اللي معاك الكتاب اللي هي جايه معاك. طيب بص يا سيدي، اول حاجه لو قلت لك HCl ده اسمه ايه؟ هتقول لي هيدروكلوريك اسيد، اقول لك صح برافو عليك. هيدروكلوريك اسيد ده يصنف ايه؟ يصنف اسيد. طب انت عرفت منين ان هو اسيد؟ هقول لك والله عشان ببساطه بيبدا ب H. ايه ده؟ يعني انت قصدك ان اي اسيد هيبدا ب H؟ اي اسيد هيبدا ب H. طب تعالى نجرب في اسيد تاني كده اللي هو H2SO4، ده اسمه ايه؟ اسمه سلفوريك اسيد. ايه ده؟ ده اسيد برضه لان هو بيبدا بنفس ال H. واحده او اثنين او ثلاثه مش هتفرق معانا ان هو اسيد، فهو في الاخر اسيد. فاذا الاسيد دلوقتي انا هحكم عليه ان هو اسيد منين؟ من بدايته او من ال H اللي هتبقى موجوده فيه. طيب الحاجه الثانيه البيز. البيز ده هقدر اعرف ان هو بيز منين؟ من نهايته. يعني انت مثلا عندك NaOH، فانت بالتالي هو بالنسبه لك بينتهي بايه؟ بينتهي بOH، فبالتالي طالما بينتهي بOH يبقى ده بيز. طب اي بيز هينتهي بOH؟ اي بيز هينتهي بOH. تعال نجرب واحد تاني زي CaOH2. ايه ده؟ ده بينتهي بOH برضه، فهو عشان بينتهي بنفس الOH دي يبقى هو بيز. طيب جميل جدا. طيب تعالى بقى نخش على الاوكسايد. الاوكسايد ده بينتهي من اسمه كده، بينتهي بايه؟ كلمه اوكسايد يعني ايه؟ يعني او بالظبط كده زي ما انت فكرت فيها. اوكسايد يعني اكسجين، فلو الاليمنت ده مسك مع او فهيبقى اسمه اوكسايد. يعني الاوكسايد ده هو عباره عن اليمنت، الاليمنت ده ماسك مع او. يعني مثلا تعالى ناخد اكزامبل زي الMgO، فده كده اسمه اوكسايد. والCO2 ده برضه اسمه اوكسايد، يبقى اي حاجه بالنسبه لي هتنتهي بO اسمها اوكسايد. بس الاوكسايد ده مش واضح لي زي ما الاسيد والبيز واضحين. يعني الاسيد ده اول ما هتشوفه هتشوف فيه اتش هتعرف على طول هتقول له انت اسيد. البيز اول ما هتشوف OH فيه هتعرف على طول هتقول له انت بيز. انما الاوكسايد انت مش هتقدر تعرف هو اسيد ولا بيز من كتابته، لان هما الاثنين بينتهوا بO. بس نقدر نعرف بقى من حاجه ثانيه، هي ايه؟ من الاليمنت اللي ماسك معاه. الاليمنت ده هنركز فيه. لو الاليمنت ده كان ميتال يبقى الاوكسايد ده هيبقى بيز. طب لو الاليمنت ده كان نون ميتال يبقى الاوكسايد اللي معاه ده او هو نفسه كاوكسايد هيبقى اسيد. يعني انت يا مستر عايز تقول لي ان الاوكسايد ممكن يبقى اسيديك اوكسايد وبيزك اوكسايد؟ بالظبط كده، على حسب مين الاليمنت اللي ماسك مع الاو. والله ماسك مع الاو ميتال خلاص ده بيزك اوكسايد، ماسك مع الاو نون ميتال خلاص ده اسيديك اوكسايد. يبقى انا كده عندي نوعين من الاوكسايد. طب بالمره بقى عشان ايه الكلمه ما تبقاش غريبه بالنسبه لك، ناخد السولت بالمره. السولت هو ايه؟ السولت هو حاجه بوزيتيف ماسكه بحاجه نيجاتيف، بس بشرط ان ما يكونش واحد منهم لا اتش ولا او اتش او ولا او. تاني كده، السولت ده هو ايه؟ هو بوزيتيف اين ونيجاتيف اين ماسكين مع بعض، بس بشرط ما يكونش واحد من الاثنين اللي ماسكين مع بعض دول لا اتش ولا او اتش ولا او. يعني من الاخر كده يا صديقي ما يبقاش لا اسيد ولا بيز ولا اوكسايد.
فاهم الفكره؟ فجاي هنقول عليه ان هو ايه؟ هنقول عليه ان هو سولت، لان هو لو واحد منهم اتش هيبقى اسيد، ولو واحد منهم او اتش هيبقى بيز، طب ولو واحد منهم او هيبقى اوكسايد، فاهم الفكره؟ فالسولت هو ولا اسيد ولا بيز ولا ايه؟ ولا اوكسايد من ناحيه الكتابه. طبعا الموضوع ادفانسد اكتر من كده، حتى مش هتاخده السنه الجايه في ثانويه عامه، لان هي الحته دي كانت موجوده في ثانويه عامه واتلغت كمان، فانت ان شاء الله تاخدها في الجامعه لما تخش كده الكليه اللي انت ايه نفسك فيها ان شاء الله. طيب تعالى بقى نرجع لموضوعنا اللي هو مين؟ اللي هو الاوكسايد. احنا دلوقتي هنتكلم عن الاوكسايد. تعالى ناخد الاوكسايد دي نفنطها. عندنا كام نوع من انواع الاوكسايد؟ اتفقنا عندنا نوعين، احنا عندنا 4 انواع، ماشي؟ تعالى نشوف ال4 انواع دول. اول نوعين فيهم اسمه اسيديك اوكسايد وبيزيك اوكسايد. تعالى بس نبدا بالبيزيك اوكسايد. انا هبدا بالبيزيك. اولا مين هم البيزيك اوكسايد؟ بقول لك ان هم الميتاليك اوكسايد زي ما فهمتك من شويه. ميتال مسك مع او يبقى خلاص، يبقى ده بيزيك اوكسايد. زي كده ال Na2O والMgO والK2O والCaO. اساميهم لو انت مش عارف: صوديوم اوكسايد، مغنيسيوم اوكسايد، بوتاسيوم اوكسايد، وكالسيوم اوكسايد. طب الاكزامبل دي هتتحفظ، انت لازم تحفظها عشان تحل بيها على طول. فدول كده تكتب جنبهم ان هم حفظ، وتحفظهم فعلا ان هم انواع البيزك اوكسايد. طيب الحاجه الثانيه، ليه قلت عليهم بيزك اوكسايد؟ قال لك علشان هم لما بييجوا يدوبوا في الميه بيطلع لي بيزك سوليوشن، بيطلع لي بيز. ازاي؟ يعني مثلا جبنا ال Na2O دوبناه في ميه، لقينا ان اللي طلع الناحيه الثانيه NaOH. فاكر من شويه حاجه بتنتهي ب OH يبقى ايه؟ يبقى بيز. فكده انت دوبت ده في الميه، ده كان سوليد، دوبته في الميه ادالك بيزك سوليوشن، يبقى ده معناه ان هو كان اصلا في الاصل بيز. عارف انت زي ما تجيب مثلا ايه؟ سكر تدوبه في الميه، فالميه بقى طعمها حلو، ما ده طبيعي لان انت دوبت فيها سكر. فبالتالي لما السكر ده في الميه الصفه بتاعته ان هو بيخلي الحاجه تبقى حلوه ظهرت في الميه. نفس الكلام كده، الراجل ده جيت دوبته في الميه اداني بيز. طب انا عرفت ان هو بيز منين؟ جبت ليتماس بيبر اللي هي بتاعت اعدادي دي، اللي هي الورقه اللي كانت بتحمر لما يبقى اسيد وتزرق لما يبقى بيز. حطيتها هنا لقيت ان الورقه اتحولت للبلو، فده اذا ده معناه ان هو في بيز. فبالتالي هو بيزك اوكسايد عشان هو dissolve in water forming basic solution او forming alkali. كلمه alkali ممكن نصلحها او ما نصلحهاش، يعني نخليها كلمه ثانيه اوضح اسمها alkaline solution. ممكن يكون alkaline solution بين قوسين basic solution. الكلمتين بيدوا نفس المعنى. basic solution طبعا مش اوكسايد. طيب ده اول ايه؟ اول حاجه. طب الكلام ده هينطبق على ال Na بس؟ لا، هينطبق على ال NaO والK2O والMgO وكل البيزك اوكسايد كلهم هيطلعوا لي MgO. طب اسالك فيها ازاي لحد دلوقتي؟ اقول لك give reason ان المغنيسيوم اوكسايد is basic oxide. هتقول لي because it dissolves in water give basic solution او give alkaline solution زي الكلمه دي كده بالظبط. يبقى دي كده الاجابه بتاعت ان ليه MgO is basic oxide. ماشي، دي كده الاجابه بتاعتك. طيب في حاجه ثانيه بناء عليها قلنا ان دول بيزك اوكسايد. هقول لك في حاجه ثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي التفاعل بتاعه. هو لما بيرياكت ازاي؟ بيعمل ايه اثناء الرياكشن؟ اقول لك بيعمل ايه. بص يا سيدي، ده لما بيجي رياكت ده بيتقمص شخصيه البيز بالظبط. يعني هو بينسى ان هو اوكسايد، هو بيشتغل كانه بيز. عارف اللي هو ايه؟ تقمص الشخصيه، قفش الشخصيه، بقى هو بقى بيز. انا بيز وهرياكت كبيز. فبالتالي هو لما هيجي رياكت كبيز هيرياكت مع مين؟ هيرياكت مع الاسيد اللي هو عكسه. فبالتالي هم زي رياكت ويز مين؟ ويز اسيد، لان هم اصلا بيز، وهيطلع لك سولت ووتر. ده هيعمل لك رياكشن كانك حاطط بيز بالظبط، وهو ده اللي هيحصل هنا. تعال نبدا باللي تحت. MgO و H2SO4 ده بيز، وده انا عارف ان هو اسيد لان هو بيبدا ب H. فهلاقي ان الرياكشن هيحصل عادي، والام جي هتاخد الاس او 4 تدينا ام جي اس او 4، والاتش هتاخد الاو تدينا H2O. فده اللي حصل هنا. طب لو انا جبت حد تاني زي Na2O، ما هو ده برضه بيز، هيجي رياكت مع الاسيد اللي جنبه فهيطلع لك سولت ووتر، وطالما عمل رياكشن اصلا وطلع نتيجه يبقى هو اتفاعل مع الحاجه اللي جنبه كعكسها، يعني اتفاعل مع الاسيد كبيز.
طيب تعالى نشوف الرياكشن حصل ازاي. خد بعيد مع بعيد، فال Na هتاخد الCl هتدينا NaCl، والO هتاخد الH هتدينا H2O، وطبعا هنا في بالانس، هنا ال Na داخله 2 فخرجت واحده، فعشان كده حطينا هنا ال2. فبالتالي هو هيرياكت مع الاسيد كانه بيز، وده تاني اجابه لنفس السؤال. فاكر السؤال اللي قلت لك من شويه ان المغنيسيوم اوكسايد هو بيزك اوكسايد؟ هتقول لي اقول لك ليه؟ هتقول لي عشان هو بيديزولف ان ووتر بيفورمينج بيزك سوليوشن. اقول لك صح، حط بقى اجابه ثانيه، او عندك اوبشن ثاني من الاجابه ان انت تقول لي ان هو هيرياكت ويز الاسيد تو فورم سولت اند ووتر، فبالتالي هتبقى دي اجابه ثانيه. بس خد بالك في كل واحده فيهم انت لازم تكتب الايكويشن، ما ينفعش تكتب لي رياكشن بالكلام، لازم تكتب لي الايكويشن اللي بتعبر عن الاجابه اللي انت بتقولها. وطبعا اخر حاجه اللي هي منطقيه جدا ان هو doesn't react with مين؟ مع الالكالاي، وكلمه الكالاي يعني بيز، هو طبعا مش هيرياكت مع البيز لان هو بيز زيه. طيب تعالى اعيد لك الكلام مره ثانيه بس عند مين؟ عند الاسيديك اوكسايد. عندك هنا بقى فرصه ثانيه ان انت تسمع نفس الكلام بالظبط، عشان لو انت ما فهمتوش هنا قوي نص نص، لو انت ما فهمتوش هنا قوي يعني. طيب الاسيديك اوكسايد هم مين؟ هم النون ميتاليك اوكسايد. اي نون ميتال زي السي او الاس او الاس او الان، اي حد من دول هيمسك مع او فبالتالي هيبقى اوكسايد. كربون دايوكسيد، تعالى اكتب لك برضه اساميهم عشان ايه؟ هنا ممكن اساميهم تتلخبط شويه. ده اسمه كربون، السي اللي هي كربون، فده اسمه كربون داي اوكسيد. طب الاس سلفر، مش هكتبها بقى، سلفر دايوكسيد عشان دول اتنين. سلفر ومعاها 3 او يبقى سلفر ترايوكسيد. ان معاها 2 او يبقى نيتروجين دايوكسيد. لو انت مش عارف الحاجات دي اكتبها ورايا. سلفر دايوكسيد، سلفر ترايوكسيد عشان دول 3 او، ونيتروجين دايوكسيد عشان دول 2 او. طيب اول حاجه ليه كربون دايوكسيد از اسيديك اوكسيد؟ هتقول لي والله because it dissolve in water forming acid. ما هو ده اسيد بيبدا ب اتش اهو. طيب ليه السلفر ترايوكسيد از اسيديك اوكسيد؟ والله because it dissolve in water forming acid. ولازم تكتب لي الايكويشن. طيب تعالى نشوف بقى الايكويشن اتكونت ازاي واساميهم ايه. هنا الايكويشن دي سهله، لمهم على بعض هيطلع لك النتيجه. يعني ادي ال H2 نزلت هنا، ادي السي معاها 2 او وحط عليها دي فادي بقت سي معاها 3 او، وده اسيد اسمه كربونيك اسيد. طيب اللي تحت نفس الكلام، ادي 2 اتش حط عليهم الاس وال4 او هيبقى سلفوريك اسيد. تمام، ده اول ايه؟ اول حاجه او اول سبب. طيب السبب الثاني هو بيرياكت كايه؟ قلت لك بيلبس عبايه الاسيد، يعني انا خلاص بقى انا اسيد ومتقمص الشخصيه 100% ان انا هرياكت كاسيد. طب هرياكت كاسيد مع مين؟ مع البيز، فبالتالي ده هيرياكت مع البيز اللي هو اخره اتش. انا متاكد ان ده بيز، وطالما عمل رياكشن وطلع لك سولت ووتر يبقى ده معناه ان هو اتفاعل كايه؟ اتفاعل كاسيد. يبقى الاجابه بتاعتك والله because it react with the base forming salt and water، او ممكن تقول لي it react with the base as acid. طيب الرياكشن بقى اتكون ازاي؟ بص هنا بقى، هناك الموضوع كان سهل ان احنا اخدنا بعيد مع بعيد وقريب مع قريب. هنا الموضوع مش بالظبط قوي كده، فعشان ابسطه لك او اقول لك هو تقريبا حصل ازاي، خد ال Na بالاو مع الكربون دايوكسيد مع الCO2، فهتبقى Na2CO3. هتقول لي بس هنا Na واحده، هقول لك بقى دي مشكله بالانس، يعني دي قصه بالانس، ان احنا بعد ما نكون كومباوند هنلاقي ان هنا Na واحده وهنا 2 N، فهنحط لها هنا 2، فعشان كده هتبقى بالانسد. طيب نفس الكلام كده الSO2 هنا مش هناخد بعيد مع بعيد، هنا هناخد ال Na بالاو اللي جنبها مع الSO2 على بعضها، فهيطلع لك NaSO4 ومعاها ميه، فالحالتين هيطلع لك سولت ووتر. انا بس بحاول اقرب لك الكومباوند هيتكون ازاي، لان هنا مش بعيد وبعيد وقريب وقريب زي ما اتفقنا هناك. طيب والحاجه الاخيره ان هو doesn't react طبعا مع الاسيد لان هو نفسه اسيد. طيب دول النوعين بتوع الاسيديك والبيزك اوكسايد. نخش بقى يا صديقي على النوع الثالث اللي هو امفوتيريك اوكسايد. يعني ايه امفوتيريك اوكسايد؟ سيبك من الترجمه عشان اسمها يعني ترجمتها مش هتفيدنا باي حاجه. امفوتيريك اوكسايد ده المهم بقى بيعمل ايه؟ امفوتيريك اوكسايد ده ما بيعطلش. يعني ايه ما بيعطلش؟ يعني شغال على الناحيتين، شغال اسيد وشغال بيز. طب ايه ده؟ ازاي بيعمل ده؟
بيعمل كده عن طريق ان هو ايه، يروح للاسيد ويقول له انا بيز ويرياكت معاه، ويروح للبيز ويقول له انا اسيد ويرياكت معاه، وفي الحالتين يطلع لنا سولت ووتر. ده عامل كده زي صاحبك ابو وشين، يروح لاعدائك ويقول لهم ايه ده ما بيفهمش حاجه، ويجي لك انت يقول لك بص اللي هناك الاولاد الذين دول ايه كلهم ضدك، فهو شغال على الناحيتين بوشين يعني. فهنا نفس الفكره، ده يرياكت مع الاسيد ومع البيز، وكل مره بيغير ايه، بيغير شخصيته. طب هم مين اصلا اللي بيعملوا كده؟ اللي بيعملوا كده هم الخمسه دول اللي لازم تحفظهم: الومنيوم اوكسايد، زنك اوكسايد ZnO، انتيموني اوكسايد اللي هو الاس بي، والتين اوكسايد اللي هو الاس ان، وليد اوكسايد اللي هو البي بي. الخمسه دول بيعملوا اللي انا قلت لك عليه. طب تعالى كده نجرب اي واحد فيهم. تعالى مثلا ناخد الZn، والاي ال كمان هنزوده معاه عشان السولت بتاعه او الرياكشن بتاعه مهم. يلا بينا. ادي الZn، الاس دي معناه ان هو سوليد، مش يعني ملهاش علاقه بالموضوع، واي كيو ده معناه ان هو دايب في الميه. فايه دي برضه هحطها لك في البراكت كده عشان بس ما تتلخبطش وما تفتكرش ان هي مع الكومباوند. طيب يلا يا سيدي، اول حاجه ادي الZnO. الZnO ده هروح اجيب له اسيد يرياكت معاه، ماشي، والZnO برضه هروح اجيب له بيز يرياكت معاه، ونشوف فعلا الرياكشن هيتم ولا لا. فاول حاجه مع الاسيد، رياكشنات الاسيد دايما سهله، خد البعيد مع البعيد، يعني الZn خد SO4 بقت ZnSO4، والقريب مع القريب اديتك ووتر. ايه ده رياكشن حصل. طب ما هو انا متاكد ان ال H2SO4 ده اسيد، يبقى ده اتفاعل معاه كايه، كبيز. طيب تعالى نشوف اللي بعدها، هجيبه احطه قدام بيز اللي هو الكالاي. الالكالاي انا عارف ان هو الكالاي، فده لو اتفاعل معاه هيتفاعل معاه كاسيد. طب تعالى نشوف الرياكشن ده حصل ازاي. هنا زي ما اتفقت معاك من شويه، ال Na رياكشنات البيز بتبقى ارخم شويه في تكوينتها، بس انا عشان اسهلها لك ال Na بتاخد الاو اللي جنبها وبتاخد كل الكومباوند ده، فيطلع لك Na2ZnO2. الارقام دي اختلاف فالنسي واختلاف فالنس. يعني ايه اختلاف فالنسي؟ يعني ليه 2 تحت ال Na؟ عشان اصلا الكومباوند ده المفروض ان هو NaZnO2. الZnO2 ده جروب داي فالنت، والNa هو مونو فالنت، فلما بدلت الفالنسي طلع لك الشكل ده ومعاها ووتر. طب ما هو ده انا عارف ان هو بيز، يبقى اكيد ده اتفاعل كايه؟ يتفاعل كاسيد. يبقى بص هو نفس البني ادم اتفاعل مره كاسيد واتفاعل مره كبيز، فده معناه ان هو امفوتيريك اوكسايد، يعني شغال على الناحيتين. هنا الاسماء مهمه، ده اسمه ايه؟ الZnO2 جروب كده على بعضه اسمه زنكيت، فبالتالي انت حاطط جنبه صوديوم فيبقى اسمه صوديوم زنكيت. زنكيت، صوديوم زنكيت. طب ده واضح ان هو زنك سلفيت عشان SO4 اللي هي سلفيت. طيب دي ايه اول رياكشن. في رياكشن تاني مش مكتوب عندك بس احنا هنزوده لان هو عادي جدا بيسال فيه في الاسئله، وبيعتمد ان انت حافظ الايكويشن بتاعته. وبالمره تعالى شوفني بقى وانت بتكون الايكويشن ازاي من اولها، يعني ايه كاننا ايه كده هنكتبها مع بعض. طيب تاني واحد هنجرب عليه نفس القصه دي هو ال هناخد ال Al2O3، مره نعمل له رياكشن مع اسيد اسمه مثلا HCl، ومره هنروح نعمل له رياكشن نفس ال Al2O3 هنعمل له رياكشن مع بيز اسمه NaOH. طيب تعالى نشوف الناتج في الحالتين. الرياكشن دايما مع الاسيد سهل زي ما اتفقنا، ال Al هتاخد ال Cl هتدينا AlCl، بس هنا ناقص حاجه ان ال Al دي تراي فالنت وال Cl مونو فالنت، فلما تبدل الفالنسي هيبقى AlCl3 بلس H2O علشان ده هيدينا سولت ووتر. ادي اول واحده. بس دي الرياكشن ده مش معمول له بالانس، تعالى نعمل له بالانس مع بعض ونفتكر البالانس. هنا اول حاجه ال A اللي دخلت 2 خرجت واحده Al، فبالتالي احط هنا ال2. ال2 دي خلت ال Cl بقوا كام؟ خلت Cl 2 تايمز 3 يعني 6، فبالتالي هحط هنا 6 عشان Cl يبقوا 6. ايه ده بس الاتش كده اتغيرت، دول بقوا 6 اتش وهم هناك كام؟ هم هناك 2 بس، فهحط هنا 3 يبقى انا كده ظبطت كله. بس الاو ما عدناهاش هنا، مش محتاج تعد، هي كده الاو اتظبطت لوحدها. بس يا سيدي اهو زياده تاكيد ان الاو بقوا 3 او والناحيه الثانيه هم 3 او، فكده خلاص بقت مظبوطه. طيب تعالى ننزل لتحتها نكون الايكويشن. اتفقنا رياكشنات البيز بتبقى رخمه، خد دايما ال Na بالاو مع كل اللي هناك.
هيبقى NaAlO2. هتقول لي بس يا مستر دول مش هم دول. هقول لك مظبوط، بس انا بحاول اقرب لك الفكره ان الكومباوند اللي طالع هنا هيكون فيه ال Na والO والAl والO. فاهم الفكره؟ يعني هيبقى فيه ال Na والAl والO كلهم مع بعض. هو ده اللي انا عايز اوصله لك. طبعا بلس H2O. ماشي، هنا نفس الفكره، مشكله بالانس. تعالى نعمل بالانس. الايه اللي داخله 2 وخرجت واحده، فهحط هنا 2. بس الاثنين دي غصب عنك راحت غيرت ال Na وغيرت ال O. غيرت ال Na خليتها كام؟ خليتها 2 Na، وهم اصلا داخلين واحده، فهحط هنا 2. ال2 دي عملت ايه في ال Na؟ خليتها 2 وخلت ال O 2 وخلت ال H 2. تعالى نعد بقى الاوهات. هنا دول 2 O وهنا 3 O، ما تنساهمش يبقوا 5. الناحيه الثانيه ادي 2 تايم 2 4 وادي واحده O ادي 5. خلاص مظبوطه. طب الاتشات هنا 2 H وهنا 2 اتش، خلاص بقوا مظبوطين. فبالتالي الرياكشن حصل، وحصل بقى اللي انا ايه قلت لك عليه، ان ده انا متاكد ان هو اسيد، يبقى الالومنيوم اوكسايد اشتغل معاه كايه؟ اشتغل معاه كبيز. انا متاكد ان ده بيز، يبقى ده اشتغل معاه ايه؟ كاسيد. وده ثالث نوع من الاوكسايد. طيب في نوع رابع هنزوده هنا قبل ما نخش على بيحصل لهم ايه، اللي هو النوع الرابع اسمه نيوترال اوكسايد. وده عايزين نزوده في اي مكان. ماشي، هو ايه؟ حاجه صغيره جدا جدا، ممكن نزودها. لا خليها هنا عشان بس ايه ما تتوهش. خلينا هنا رقم 4. رقم 4 اسمه نيوترال اوكسايد. النيوترال اوكسايد ده من اسمه كده هو نيوترال، يعني ايه؟ متعادل. يعني لا هو اسيد ولا هو بيز. هو ايه؟ لا ولا ده ولا ده. هو لا هيرياكت مع الاسيد ولا هيرياكت مع البيز، لان هو نفسه لا اسيد ولا بيز ولا داخل في القصه دي خالص. فده neither react with الاسيد nor with البيز، ولا ده ولا ده. neither react as acid nor react as base، ولا ده ولا ده برضه. طب مين هما الثلاثه دول؟ CO وNO وN2O. خد بالك عشان ال N2O دي في شبهها في الاسيدك. شبهها في الاسيدك كان اسمه NO2، هنا N2O، فده غير اللي هناك، فده نيوترال، فده مش هيرياكت مع اي حاجه. طيب دول كده الاربع انواع. تعالى ايه نلخصهم كلهم كده في حته واحده علشان انت هتحفظهم. ماشي، يلا بينا نكمل ونشوف الجرادويشن بتاعهم، وهنلخصهم كده مع بعض واحنا بنحل. او انت ممكن في النوت بتاعتك لخصهم، امسك كده كل واحد اسيدك اوكسايد واكتب جنبه الاكزامبل بتاعته، بيزك اوكسايد واكتب الاكزامبل، وهكذا عشان يبقى كلهم قدام عينيك. لان كل الاسئله بنسبه كبيره قوي هتعتمد على انت حافظ ان هو اسيدك ولا بيزك ولا امفوتيريك ولا نيوترال. فعشان الاسئله هتبقى ديبندنج على النقطه دي، فلخصها عندك. انا هنا يعني جيت الخصها عندي، لقيت ان هي هنقلب الصفحه فهتختفي، فانا عايزك انت تلخصها جنبك عشان وانا باجي احل تروح تبص عليهم بالظبط. فروح اكتبها جنبك عشان واحنا بنحل. طيب نيجي بقى للنقطه المهمه اللي هي بيحصل لهم ايه جوه البريدك تيبل. اتفقنا ان هو بيحصل لهم في البريدك تيبل، هنشوف في البريد وهنشوف في الجروب. فتعالى نبدا بالبريد. البريد يعني احنا بنتكلم من الليفت تو رايت. طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ انت عندك صفتين موجودين جوه البريد. عندك صفه الميتاليك، لا مش الميتاليك، احنا خلصنا الميتاليك. البيزك اول حاجه، عندك صفه البيزك بروبرتي، وعندك كمان شويه صفه الاسيديك بروبرتي. ايه ده اشمعنى؟ ما هي البيزك مرتبطه بالميتال، فبما ان دول ميتال فهم عندهم بيزك كاركتر، بما ان دول نون ميتال هم عندهم اسيديك كاركتر. طب وانا ماشي كده البيزك كاركتر بيحصل لها ايه؟ بنلاقي ان هي بتقل. ايه ده ليه؟ ما هو البيزك كاركتر مرتبطه بالميتال، ما هم الميتال نفسهم هيختفوا كمان شويه، يبقى اكيد البيزك كاركتر هتختفي هي كمان معاهم. فبالتالي البيزك كاركتر وانت ماشي بتقل. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان Na2O او Na2O2 Na2O وMgO مين اللي اقوى؟ اللي اقوى هو ال Na2O، وهما الاثنين بيزك اوكسايد ما اختلفناش، لكن الاولاني اقوى من الثاني. طيب تعالى نشوف اللي بعدها، الاسيديك كاركتر. وانت ماشي الاسيديك كاركتر بتنكريس. ليه؟ لان انت كنت بادئ بنون ميتال ضعيف وبدات توصل لنون ميتال قوي، فده معناه ان الاسيديك كاركتر هي كمان هتزيد معاك. بس ده مش شرط على فكره، خد بالك عشان ايه؟ مش ده اللي هيحصل في الجروب. فهنا وانت ماشي هيبقى الاسيديك كاركتر هتزيد، يعني كل دول عندهم اسيديك اوكسايد لان كل دول نون ميتال. هتقول لي بس يا مستر ده الاس اي ميتالويد. هقول لك صحيح الاس اي ميتالويد، لكن لما بيجي يكون اوكسايد بيكون اسيديك اوكسايد مش بيكون بيزك اوكسايد.
على الرغم ان هو ميتالويد. فالميتالويد ملهاش يعني اوكسايد محدد زيها زي الاسيد والبيز. وحتى خد بالك برضو من حاجه ثانيه، ان الاسيد ان الميتال والنون ميتال اللي احنا بنقول عليهم، انا بقول لك ان الميتال بيكون بيزك اوكسايد والنون ميتال بيكون اسيديك اوكسايد. الكلام ده مجازا لان هو بيحصل مثلا في 90% من الحالات، لكن في حالات بيبقى هو ميتال ونون ميتال، او ميتال وما بيكونش بيزك اوكسايد ونون ميتال وما بيكونش اسيديك اوكسايد. انت فاهم الفكره؟ فاحنا بس بنقولها مجازا بالنسبه للمنهج بتاعك. بالنسبه للمنهج بتاعك هو ده ميتال يبقى بيزك اوكسايد، طبعا ما عدا الحالات المعينه اللي انت عارفها. يعني انت عارف ان الاي ال كميتال هو ميتال، انما مش بيكون بيزك اوكسايد، بيكون امفوتيريك اوكسايد. فوانت ماشي كده الاسيديك اوكسايد بتزيد، يبقى ده معناه ان الاس سي ال 2 او 7 اقوى من كل اللي قبله، والاس او 3 اقوى من اللي قبله، وهكذا. فده اللي حصل في البيزك كاركتر والاسيديك كاركتر وانت ماشي في البيرد. طب وانت نازل بقى في الجروب، هما الاثنين بيزيدوا، يعني البيزك كاركتر بتزيد والاسيديك كاركتر بتزيد. ايه ده ازاي؟ تعال نبص مثلا على جروب 1 A. الجروب 1 A اللي احنا هنعتمد ان هو ميتال، فجروب 1 A هنحط جنبه OH، فبقت LiOH و NaOH KOH و RbOH CSOH. وانت نازل البيزك كاركتر بيحصل لها ايه؟ البيزك كاركتر بتزيد، يعني ده مور بيزك عن اي حد فوقيه. طب ده ليه بيحصل؟ هقول لك ليه. لان البيزك كاركتر مرتبط ارتباط وثيق جدا بفكره ان هو بيلوز الاو اتش بتاعته دي بسهوله ولا بصعوبه. مش فاهم يا مستر؟ تعالى افهمها لك بالراحه. دلوقتي ادي السي اس او اتش. السي اس او اتش ده لما تيجي تدوبه في الميه المفروض ان هو يتاينز ويدي لك سي اس بوزيتيف و او اتش نيجاتيف. فالطبيعي ان هو طالما بيطلع او اتش نيجاتيف يبقى ده معناه ان هو بيز. تمام كده؟ اي حد يطلع او اتش نيجاتيف ده معناه ان هو ايه؟ ان هو بيز. طيب كون بقى ان هو بيطلع او اتش نيجاتيف بسهوله او كتير ده معناه ان هو بيز قوي. فبالتالي انت كل ما بتنزل تحت ايه اللي بيحصل؟ الراديوس بينكريس. فلما الراديوس بينكريس ايه اللي يحصل؟ بيكون الاليمنت ده easily to lose الاو اتش بتاعته، بيبقى سهل ان هو يلوز الاو اتش بتاعته. فبالتالي نتيجه كده البيزك كاركتر بتنكريس هي كمان، وده بيبقى بيز اقوى. ما فهمتهاش هنا؟ تعالى افهمها من الناحيه الثانيه. وانت نازل اسيديك كاركتر بيحصل فيها ايه؟ تعال نشوف. جبنا جروب 7A وحطينا جنبه اتش عشان يبقوا كلهم اسيد زي ما انت شايف كده. مين اقوى واحد فيهم كاسيديك كاركتر؟ اللي هو الاتش اي. ليه؟ ما هو بنفس الفكره. الاتش اي ده لما تيجي تدوبه في الميه ويتاينز هيطلع لك اتش بوزيتيف واي نيجاتيف، يعني لازم يطلع اتش بوزيتيف لان هو اسيد. فكل ما كان بيطلع الاتش بوزيتيف دي بسهوله وعدد كتير منها فده معناه ان هو اسيد قوي. فبالتالي هنا هو ليه اسيد قوي؟ عشان الاي دي عندها راديوس كبير، فبالتالي لما الراديوس هيكبر فبالتالي هيبقى easily to lose الاتش بوزيتيف. ولو سهل ان هو يلوز الاتش بوزيتيف يبقى ده معناه ان هو اسيد قوي او الاسيديك كاركتر بتاعته بتزيد او الاسيديك بروبرتي بتاعته بتزيد. وده اللي بيحصل في الجروب والبيريود عشان نوصف البيز والاسيديك كاركتر بيحصل لها ايه. الاربع اسئله دول هتلاقي فيهم ان هو اللي احنا قلناه فوق، ان ليه السي اس او اتش ده سترونج بيز وليه الاتش اي ده سترونج اسيد، فهتلاقيهم هنا بالتفصيل. بس الاجابه اللي احنا كتبناها فوق دي وافيه جدا يعني بعيدا عن الرغي الكتير ده، بس هو نفس المعنى. هتلاقي عندك هنا جزئين، الجزئين دول خلاص اتلغوا من المنهج، كانوا موجودين في المنهج القديم اللي هو ذا اوكسي اسيد ده او اوكسجينيتد اسيد ده خلاص ما بقاش معانا، والجدول ده برضه خلاص ما بقاش معانا. ده لو انت معاك الكتاب يعني. فالصفحتين دول كلهم اللي هو صفحه 142 142 واللي بعدها على طول 143 دي الاثنين دول خلاص كده ما بقوش معانا ولا اي حاجه فيهم موجوده في المنهج. تعال بقى نشوف الاسئله، ندخل كده على جزء الاسئله ونشوف الكلام ده هيسالني عليه ازاي. اول حاجه بيقول لك the non-metal are characterized by non-metal، عشان دايما تبقى واخد بالك وانت بتحل النون-metal اعتبر مجازا ان هم موجودين على ايدك الشمال. وتعالى برضو الخص لك كده كل حاجه عدت علينا لحد دلوقتي علشان برضو تبقى عارف وانت بتحل الدنيا ماشيه ازاي. كل حاجه عدت علينا لحد دلوقتي وانت ماشي كده في البيرد. وانت ماشي في البيرد كان في 3 حاجات بس هي اللي بتقل، ماشي، والباقي كله بيزيد. تعال نشوف مين ال3 حاجات. الراديوس بيقل. مين تاني بيقل؟ الميتاليك بروبرتي بتقل.
اللي احنا لسه قايلينها النهارده، ومعاها البيزك بروبرتي بتقل. دول بس الوحيدين اللي بيقلوا. اي حاجه تانية تيجي في دماغك في البيريود بتزيد. يعني ايه بقى؟ عد بقى معايا. عندك الزف دي اول حاجه، الاي اي اللي هي الايونيزيشن انرجي، والاي ان الالكترو نيجاتيفيتي، والاتوميك نمبر اللي هو البروتون. يعني في حد تاني الزد هم المفروض هنا كانوا كلهم 9، 1 2 3 4 5 6 7، يبقى كده ناقص 2. اتكلمنا النهارده عن الاسيدك. الاسيدك كمان بتزيد، اللي احنا بقى قلناهم النهارده. الاسيدك بروبرتي بتزيد، والنون ميتاليك بروبرتي بتزيد هي كمان. الثلاثه دول كده، او السبعه اللي تحت دول، او السته اللي تحت دول كلهم بيزيدوا، واللي فوق بس هم اللي بيقلوا. طيب وانت نازل هنا بقى كان في كام حاجه؟ اول حاجه عندك اللي كان بيزيد الراديوس بينكريس، الميتاليك بتنكريس هي كمان، البيزك بتزيد هي كمان، الاسيدك بتزيد هي كمان. كل دول بيزيدوا. مين تاني بيزيد؟ الراديوس والميتاليك والبيزك والاسيدك. في حاجه كمان طبعا، والاتوميك نمبر اهم واحد فيهم. الاتوميك نمبر بيزيد هو كمان. يبقى انت دلوقتي الخمسه دول بيزيدوا وانت نازل. في 4 بس هم اللي بيقلوا، اللي هم مين؟ اللي بيقل عندك النون ميتاليك ده بيقل، النون ميتاليك بيقل. ماشي. ايه تاني بيقل؟ الزف بتقل، الاي ان والاي اي. الاربعه دول بيقلوا وانت نازل، فدول الاربعه اللي بيقلوا، لكن في 5 بيزيدوا. فانت ايه؟ ممكن كده تكتبهم عندك نوت، ممكن طبعا بخط انضف من كده، ممكن تبيضهم. دول كده اللي بيقلوا، واللي دول كده في البيريد. الجروب اعملهم لك اهو باللون الازرق عشان بس ايه تبقى واخد بالك ان كل دول كده، كل دول تبع الجروب. دول الحاجات اللي بتزيد وبتقل. طيب تعالى بقى نرجع لسؤالنا. طبعا دي خليها جنبك علشان تبقى عارف ان مين بيزيد ومين بيقل، فترجع لها دايما عشان هنحتاجها في الاسئله. The non-metal are characterized by. النون-ميتال دول موجودين على ايدك اليمين، والميتال موجودين على ايدك الشمال. فهم موجودين على ايدك اليمين، فهم عندهم high ionization energy. فدي اول واحده صح. Being electrophysically element، هي المفروض الكترو بوزيتيف مش الكترو فيزيكال. تمام، هم مش الكترو بوزيتيف، هم الكترو نيجاتيف، فدي غلط. سمول الكترون افينيتي، الالكترون افينيتي خلاص ما لهمش ترند، بس هم عندهم هاي الكترون افينيتي. لارج اتوميك راديوس لا، هم عندهم سمول اتوميك راديوس لان هم موجودين على ايدك الشمال. زنك اوكسايد ده عايزك تفتكر معايا وانت بتحل. الزنك اوكسايد ده اولا كان بيتكتب ازاي وصفته ايه؟ الزنك اوكسايد ZnO صفته ايه؟ صفته ان هو امفوتيريك اوكسايد. يعني ايه امفوتيريك؟ يعني بيرياكت مع الاسيد كبيز ومع البيز كاسيد. فبالتالي ده هيرياكت مع الكوستيك صودا. ايه الكوستيك صودا دي؟ ال NaOH ساعات بيقولوا عليها كوستيك صودا، يعني اسم من اساميها. فالكوستيك صودا اللي هي ال NaOH دي بيز، فبالتالي هو لما يتفاعل هيتفاعل كايه؟ هيتفاعل كاسيديك سوليوشن. تالت واحدة sulfuric acid does not react with. sulfuric acid مش هيرياكت with، طبعا مش هيرياكت مع حد اسيد زيه. فبالتالي مين في دول اسيد؟ ده بيز، ده اسيد، ده امفوتيريك، وده بيز. فبالتالي مش هيرياكت مع الاسيد اللي زيه، لكن هيرياكت مع البيز وهيرياكت مع الامفوتيريك. السؤال ده ما بقاش موجود من الحته اللي اتلغت، ودي برده ما بقتش موجوده، ودي برده ما بقتش موجود. طبعا دلوقتي انت ايه؟ بتعمل اكس على الاسئله وقلبك بيزغرط، والله العظيم وانا كمان قلبي بيزغرط عشان هتنجز معايا واخلص الفيديو على طول. رقم 7، what is the choice which represents the correct order of the strengths بتاعت الاسيديك اوكسايد. الاسيديك اوكسايد رتبهم. يعني ايه رتبهم؟ انا عارف ان وانا ماشي كده الاسيديك بروبرتي بتزيد. طب انت عندك مين؟ عندك اس وبي واس اي واي ال بالترتيب كده. ادي ال، وبعد كده اس اي، وبعد كده بي، وبعد كده اس. طب مثلا انت عرفت منين؟ اقول لك انا عرفت منين. عرفت من البريدكت تيبل، لان هنا بص اهو ال وراها اس اي وراها بي وراها اس، فانا كده عارف ان هم دي ترتيبتهم البريدكت تيبل. طب السؤال بقى الشهير، مستر هيبقى معانا بريدكت تيبل في الامتحان؟ هيبقى معاك بريدكت تيبل في الامتحان، ما تقلقش من الموضوع ده. ورقه المفاهيم هتجيلك فيها بريدكت تيبل.
بص، هي ورقه المفاهيم دي هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن periodic table، ده بالظبط اللي انت هتحتاجه من ورقه المفاهيم، او اللي انت هتعرف تستفيد بيه من ورقه المفاهيم. هتعرف تستفيد من البريدكت تيبل، هتعرف تستفيد من الكام قانون بتوع شابتر 1 اللي هو بتاع الرياكشنز والمول والفوليوم والحاجات دي، دول هتلاقيهم موجودين. بس مفيش حاجه ثانيه هتقدر تستفيد منها، يعني مفيش اي حاجه ثانيه. هتلاقي مثلا ايه، حاطط لك شويه ديفينيشنز، يعني ايه ايونايزيشن انرجي، يعني ايه الكترونيكتيفيتي، هتلاقي حاطط لك شويه ديفينيشنز، مش هتلاقيه حاطط لك ديتيلز كتير قوي عشان بس ما تبقاش يعني داخل متعشم قوي في ورقه المفاهيم. هي ورقه هتطلع بيها بس بالبريدكت تيبل وشويه قوانين من شابتر 1 وخلاص على كده، فما تحلمش باكتر من كده في الورقه. طيب دول بقى وانت ماشي الاسيدك بروبرتي بيحصل لها ايه؟ طبعا الاسيدك بروبرتي وانا ماشي كده بتزيد، فبالتالي الاس هتبقى اكتر واحده، البي قبلها، اس اي قبلها، والاي ال قبلها، هتبقى ايه؟ proper graduation بتاع ascending electronegativity. الالكترونيجاتيفيتي يعني احنا هو عايز ايه في البريود ولا الجروب؟ هنا ما حددش لان هو بيتكلم عن element معينين. تعال نشوف مين element المعين، وكلهم هنا ال N وال O وال B وال S. طبعا دول لما تروح تبص عليهم في البريدكت تيبل هتلاقيهم تحت بعض كده عاملين نفس المربع ده بالظبط، ادي N وB وS وO هم دول. فوانت ماشي كده الالكترونيجاتيفيتي بيحصل فيها ايه؟ الالكترونيجاتيفيتي بتزيد، وانت نازل الالكترونيجاتيفيتي بتقل، فيبقى الاو اقوى واحد فيهم. ومين اقل واحد فيهم؟ اقل واحد فيهم هو البي، لان وانا نازل كده بتقل وانا ماشي كده بتزيد، يبقى ده معناه ان البي اقل واحده والاو اكبر واحده. تعالى نرجع للسؤال كده، الاو اكبر واحده والبي اقل واحده، فهتكون الاجابه دي. اكسات كل الصفحه دي متكنسله، فخش على اللي بعدها. الصفحه دي بقى كلها متكنسله من اولها، اللي هي صفحه 146 146. الصفحه دي كلها متكنسله على بعضها، ولا سؤال فيهم علينا. طيب خش بقى في اللي بعدها 17. Which of the following information Berzelius might relied on his classification of the element؟ يعني من الاخر كده ايه اللي سند عليه او ايه اللي اكد له الكلاسيفيكيشن بتاعته اللي هي ميتال ونون ميتال وميتالويد اللي انا قلتها لك اول الحصه. طب كان بناء على ايه؟ لو انت فاكر يعني ارجع كده بالذاكره هتلاقيني قلت لك بناء على الفيزيكال بروبرتي بتاعته، وبيلمع ولا ما بيلمعش، بيوصل كهرباء ولا ما بيوصلش، فبالتالي هتبقى رقم سي الديجري بتاعه الالكتريستي والهيت كوندكتيفيتي. طبعا مش بناء على الاتوميك نمبر، اصلا وقتها الراجل ده ما كانش في حاجه اسمها اتوميك نمبر ولا الكترون كونفيجريشن ولا كوانتم نمبر، هي على الصفات اللي شافها بعينه. نمبر 18 لو انت معاك الكتاب هتلاقي الصوره دي تحت هنا، لا ارفعها، يبقى الصوره اللي تحت هنا دي بتاعه السؤال اللي قبله. Which of the following illustrated element in the opposite figure has higher tendency to lose its valence electron؟ يعني اكتر واحد فيهم عنده قابليه ان هو يلوز الفالنس الكترون بتاعته. طيب تعال نشوف، حاطط لك هنا مين؟ حاطط لك هنا element اسمه X، وده الاتوميك نمبر بتاعته 2. لما ترجع كده بالذاكره هتلاقي ان X ده هو الهيليوم، وبعد كده Y اللي هو 3، يبقى هنا 2 وLI 3 ومين تاني؟ وزد 10 اللي هو النيون 10، وبعد كده 11 اللي هو 11 NA 11. طبعا الارقام دي الارقام انا جبتها من الرسمه، لكن الاليمنت نفسها عرفتها من البريدكت تيبل. فهو بيقول لي مين من الاربعه دول عنده اكبر قابليه ان هو يلوز الالكترون بتاعته. طيب اولا النون ميتال او سوري النوبل جاز دي مش هتلوز الالكترون بتاعتها، فبالتالي دي ما عندهاش اي قابليه ان هي تلوز الالكترون بتاعتها، فاللعبه كلها في ال اي والان اي. طيب تعالى بقى نشوف ال اي والان اي في البريدكت تيبل. ادي ال اي هنا وادي ان اي تحتها، وانت نازل الميتاليك بروبرتي بيحصل فيها ايه؟ هتقول لي مثلا ايه جاب سيرت الميتاليك بروبرتي؟ هو هنا الراجل بيتكلم عن قابليته ان هو يلوز الالكترون. هقول لك ما هي دي الميتاليك بروبرتي، ان هو لما يلوز الالكترون بتاعته بسهوله وما يتعبكش في الموضوع يبقى ده معناه ان هو ميتال قوي، فاللي عنده قابليه ان هو يلوز الالكترونز بتاعته اسهل، فده اللي عنده الميتاليك بروبرتي احسن، فبالتالي ال ان اي. في واحد تاني ذكي ممكن يعمل ايه؟ يجيبها من حته الايونايزيشن انرجي. فاهم الفكره اللي هو ايه؟ مين فيهم الايونايزيشن انرجي بتاعته قليله عشان كده ده سهل ان هو يلوز الالكترون؟ ما هو انت نازل الايونايزيشن انرجي بتقل، عشان كده ال ان اي هي برضو اللي هتكسب في الموضوع ده. يبقى كده ال ان اي اللي هي 11 اللي هي هتكون دبليو.
which of the following element can form ion with charge -2. يعني لما هيجي يعمل اين سواء هيلوز او هيجين هيكون -2، وطبعا -2 دي هو واضح ان هو عمل جين ل2 الكترون. طب ما هو ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو انتهى B4، فلما عمل جين ل2 الكترون فبقى B6، فبقى زيه زي اقرب نوبل جاز. طب الB4 ده هو اصلا واقف في جروب كام؟ هو واقف في جروب 6A. يعني تعالى كده اوريها لك في البريدكت تيبل. ادي مثلا جروب 6A. بص يا سيدي، ادي جروب 6A اللي هو ده الجروب ده. طب انا عرفت منين؟ عشان اول جروب في البي بينتهي ب1، ده بينتهي ب2، ده بينتهي ب3، ده بينتهي ب4، وده ب5، واخير النوبل جاز بينتهي ب6. فمعنى كده ان هو بينتهي ب4، فده ناقص له 2 الكترون عشان يبقى زي النوبل جاز. فده لما يجي يكسب هيكسب 2 الكترون، ده لما يجي يكسب هيكسب 1، ده لما يجي يكسب هيكسب 3. فاهم الفكره؟ عشان يبقى اقرب للنوبل جاز او يبقى زي النوبل جاز. عكسهم هنا، ده لما يجي يلوز هيلوز 1، ده لما يجي يلوز هيلوز 2، والاي ال هيلوز كام؟ هيلوز 3. طب اللي في النص ده مثلا انت ما جبت سيرته، هقول لك علشان ده بيبقى اكتر شيرنج الكترون، مش بيلوز وبيجي، فعشان كده مش هنحط له رقم معين. ولما نيجي ندخل في الدرس اللي جاي اللي هو بتاع الاكسيديشن نمبر، الدرس اللي جاي بعدها على طول هتفهم القصه دي بالتفصيل، لان انا هفصصها لك تفصيصه حلوه هتعجبك يعني ان شاء الله. فبالتالي هيبقى مين؟ احنا شفنا البريدكت تيبل ونسينا نبص عليه، بس هو هيبقى الاس اي السيلينيوم. طبعا وممكن تاخد لو انت معكش بريدكت تيبل، لو انت خلاص بقى يعني الدنيا قفلت معكش بريدكت تيبل، او جابوا لك نسخه انت مش شايف منها اي حاجه، هتعمل ايه هنا؟ هتاخد الاليمنت بتاعتك دي توزعها، اللي ينتهي عندك بي 4 يبقى هو الاجابه. فهو الاس اي ده لما تيجي توزعه ادي 34، هنروح لاقرب نوبل جاز اللي هو الارجون 18، هنروح نملى بعدها 4s2 ادي كده 20، بعدها 3d10 ادي كده 30، بعدها 4b ناقص لك 4 هتحطهم هنا، فهو انتهى ب 4b4. Arsenic and antimony are similar in، لما تروح تبص عليهم في البريدكت تيبل هتلاقي ان الارسينيك هنا والانتيموني هنا هما الاثنين واقفين في جروب كام؟ واقفين في جروب 5A، فعشان كده هتكون الاجابه اللي هي دي both being from group 5A اللي هي رقم B. Which of the following choice includes a non-metal and metal and metalloid respectively بالترتيب كده. يعني بدايتنا non-metal. تعال نشوف ال H non-metal ال H non-metal. الزد non-metal لا، الزد metal زد metal. ال I non-metal non-metal. يبقى كده الإجابة الأولانية والأخيرة تمام. هو عايز مين بعدها؟ عايز بعدها ميتال. الزد ان ميتال الزد ان ميتال يبقى اللي بعدها ميتالويد. الاي ميتال لا، الاي مش ميتالويد، الاي نون ميتال، والاس اي هو ده الميتالويد، يبقى هتكون الاجابه دي. طب برضه مثلا انت عرفت ازاي؟ ادي الاي اهو، ما هو الاي بص لونه اخضر يبقى ده معناه ان هو مع النون ميتال، انما هنا الاس اي ده ميتالويد اهو لونه اصفر. هتكون كده الاجابه بتاعتنا اخر واحده. Which of the following choice represents the electronic configuration of the most active metal؟ فاكر وانا بكتب لك على اقوى ميتال ان هو most active metal واقوى نون ميتال ان هو الموست اكتيف نون ميتال، هو هنا عايز الموست اكتيف ميتال والموست اكتيف نون ميتال، يعني من الاخر كده هو عايز مين السي اس ومين الاف. فالموست اكتيف ميتال هيكون مين؟ هيكون السيزيوم. طب السيزيوم ده كام؟ 55، ما هو الاكس اي 54 وفي واحد بعدها يبقى ده 55، يبقى هي دي. طب الاف كام؟ الاف 9، يعني 1s2 2s2 2b5، فهتبقى هي دي الاجابه، فالاجابه بتاعتك هتكون B. نيتروجين less reactive او less active than الفلورين جاز. طب الفلورين فين؟ الفلورين هنا، والنيتروجين قبلها بمحطه، يعني قبلها بمحطتين، يعني في N و O و F. فهنا ليه بيقول لك ان ال N دي less reactive than الفلورين؟ ايه اللي يخليها less reactive عن الفلورين؟ الاتوميك راديوس بتاعت النيتروجين الاكبر من الفلورين، هي دي السبب. هتقول لي برضه ايه علاقه الاتوميك راديوس بالرياكتيفيتي؟ هقول لك بص يا صديقي، الاثنين دول نون ميتال، فالنون ميتال ده ماشيين ماشيين عكس الراديوس، فكل ما كان الراديوس كبير كل ما كان النون ميتال ده اضعف، كل ما كان الراديوس قليل كل ما كان النون ميتال ده اقوى، فبالتالي
ده اقل من ده في الراديوس، فبالتالي ده مور رياكتيف عن ده، وده ليس رياكتيف عن ده عشان هو عنده راديوس اكبر، فبالتالي هتكون الراديوس. طب تعالى نبص على الباقي، بقى حاجات مالهاش اي علاقه بالموضوع. بويلنج بوينت مالهاش اي علاقه بالموضوع، ولا المولار ماس، ولا الالكترونيجاتيفيتي، مفيش اي حاجه من دول ليها علاقه بالرياكتيفيتي زي الاتوميك راديوس. 24. The opposite figure represent a section من periodic table. What is the letter which indicate؟ هنا بقى عايز حاجة بتقول لي إيه؟ ال element that characterized by having a small atomic radius. الراديوس بتاعه small and not conducting electricity وما بيوصلش كهرباء، فده معناه إن هو إيه؟ معناه إن هو non-metal، مش بيوصل كهرباء، فأنا كده عايز يكون الراديوس بتاعه صغير ونون ميتال. طيب مبدئيا كده هتكون مين؟ مفيش غيرها اللي هي الايه، عشان موجوده على ايدي اليمين وهي الوحيده اللي ممكن تبقى نون ميتال. وطبعا جايبها لك في حته الراديوس، يعني لو انت شاكك كمان ان الدي ممكن تبقى نون ميتال فهنروح طبعا ناخد الايه، لان وانا نازل الراديوس بيزيد. اللي بعدها element X react with الاكسجين forming a gas whose aqueous solution، يعني لما تدوبه في الميه turn البلو litmus paper into red، هيخلي الليتمس بيبر تتحول للون الريد. ايه ده؟ يعني ايه اصلا بلو ليتمس بيبر؟ الليتمس بيبر لو انت مش فاكر من ايام اعدادي، الورقه اللي هي كان لونها ازرق وبنحطها في الاسيد، لو ده اسيد هتحمر هيبقى لونها ريد، يبقى ده معناه ان ده اسيد. او الورقه كان لونها ريد، لو حطيتها في البيز هتزرق، يبقى ده معناه ان ده كان بيز. فالورقه اتحولت من البلو للريد، يبقى ده معناه ان هو كان ايه؟ كان هو اسيد. طيب هو عايز ايه بقى؟ عايز هو الاليمنت ده واقف فين في البريدكت تيبل. طبعا البيريد هنا مش مفيده في اي حاجه، يعني بيريد 2 وبيريد 3 وكل البيريد هتلاقي فيها ميتال ونون ميتال وميتالويد كمان، يعني البيريد مش هتفرق معانا في حاجه. مين اللي هيفرق معانا؟ الجروب هو اللي هيفرق معانا. جروب 1 ده معناه ان ده ميتال. طب ما انت مش عايز ميتال، انت عايز اسيد. ده ميتال وده برضه ميتال وده برضه ميتال، فجروب 16 هو الوحيد اللي ممكن يبقى فيه اسيد يطلع لك اسيديك اوكسايد، او فيه نون ميتال يطلع لك اسيديك اوكسايد. طبعا اللي مسقط درس البريدكت تيبل جروب 16 اهو، عشان لو انت ايه مش عارف، ده جروب 16، فدول طبعا نون ميتال فهيكونوا اسيديك اوكسايد. What is the substance which dissolve in water forming alkaline solution؟ كلمة alkaline solution اتفقنا ان هي ايه؟ ان هي basic solution. فانت عايز بيزك اوكسايد، روح بص كده على اللي انت كتبته من شويه ده، لو انت كتبته يعني فهتلاقيها MgO، ده بيزك اوكسايد. طيب سؤال 27 هنا برضه فيه ايه تريكه كويسه، او مش تريكه يعني، هو ايه في قصه كده. Among the properties of some non-metal element, property 1 in one of its oxide dissolve in water forming strong acid. هتكون strong acid. طب بص هو اصلا الكلام على مين؟ الكلام على الفوسفورس والكلام على السلفر. يعني الكلام على البي وبعدها شويه اس، ده 15 وده 16. وانت ماشي كده الاسيديك بروبرتي بيحصل لها ايه؟ الاسيديك بروبرتي بتزيد، فبالتالي الاس ده يكون سترونج اسيد، لكن البي اللي قبله ما يكونش سترونج اسيد، يكون ويك اسيد. والحته دي كانت عليها تفصيله يعني تفهمنا الموضوع اكتر، بس اتلغت من الحاجات اللي احنا شطبناها من شويه. فمجازا دلوقتي يعني اللي انت محتاج تعرفه ان الاس ده بيكون سترونج اسيد، لكن البي مش بيكون سترونج اسيد. فكده البروبرتي نمبر 1 موجوده عند مين؟ موجوده عند السلفر بس، مش موجوده عند الفوسفورس. خلاص انا كده وصلت الاجابه من غير ما اكمل، يعني اي 1 مش هتبقى موجوده عند الفوسفورس، فدي غلط ودي غلط ودي غلط، ما فيش غير 2 اونلي. بس احنا برضه هنقرا 2 اونلي دي او نقرا رقم 2 عشان نشوف هي نتاكد ان هي الاجابه الصح. Property number 2 its last 3b sublevel does not contain any paired electron. طب تعالى نجرب. البي 15 لما تيجي توزعها هتنتهي عندك ب 3b3، وده هينتهي ب 3b4 لان هي بعدها بخطوه على طول. مين اللي ما عندوش ولا بيرد الكترون؟ هو البي، لان الثلاثه دول هيبقوا الثلاثه سناجل، ادي سنجل 2 3، فهو الصفه دي تنطبق على البي ما تنطبقش على الاس، فالصفه الثانيه عند الفوسفورس بس مش عند السلفر، فعشان كده هتكون الاجابه دي. و28 متكنسل. 29 mixture is formed when the oxides of the two elements located في الثيرد period، two element دول واقعين في period رقم 3 and in the periodic table this mixture when mixed or when dissolved in water form almost neutral solution. يعني ايه الكلام ده؟
هو هنا مش قصده ان الاثنين اوكسايد هما نيوترال اوكسايد، هو بيقول لك لما هيتفاعلوا مع بعض هيطلعوا لي نيوترال كومباوند او نيوترال سوليوشن. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو قصده يقول لك ان واحد اسيد والتاني بيز، عشان كده لما عملوا رياكشن مع بعض طلع لك سولت ووتر. هو ده قصده من السؤال. يعني من الاخر كده انا عايز اتنين هنا ينفع يعملوا رياكشن مع بعض. ارجع بقى للورقه اللي انت ما كتبتهاش وبص على الانواع. Al2O3 دي بكام؟ او دي ايه اصلا؟ دي امفوتيريك. ال Na2O ده نيوترال، فبالتالي نيوترال مش هيأكت اصلا مع حد. Na2O بيزك. MgO بيزك برضه، فبالتالي مش هيأكت مع بعض. Na2O بيز. B4O10 البي 4 ما كانتش موجوده في الاكزامبل، هقول لك بسيطه. تعالى نرجع. مش انت هنا عندك البي ده، فين البي؟ البي اهو. مش البي ده نون ميتال؟ يعني يكون ايه؟ يكون اسيد ايبوكسايد. زودها عندك برضه، ممكن تزودها عندك في الاكزامبل عشان لما تجي لك بعد كده. فيبقى ده اسيد وده بيز، دول يعملوا رياكشن مع بعض، يبقى هي دي الاجابه. اللي بعدها ده اسيد وده اسيد، خلاص مش هيعملوا رياكشن مع بعض، هتكون الاجابه سي. ده سؤال لو انت حافظ كويس فهتقدر تجاوبه. يعني تعالى ايه نراجعهم مع بعض. ده بيز، ده امفوتيريك AMB، ده H2O طبعا نيوترال لا اسيد ولا بيز. ZNO امفوتيريك. SO3 ده نون ميتال يعني اسيد. SO2 نون ميتال يعني اسيد. فانت كده عندك عدد 2 اسيد، عدد 2 امفوتيريك، وواحد نيوترال وواحد بيز. ادي 2 اسيد وادي 2 امفوتيريك وادي واحد نيوترال وواحد بيز، فبالتالي الاجابه هتكون مين؟ هتكون الدي. 31. What is the formula بتاعت الاوكسايد of the element M which is located في جروب 3A في البريدكت تيبل؟ يعني لو عندك element اسمه M واقع في جروب 3A، طب هو ليه بيقول لي رقم الجروب؟ عشان رقم الجروب انت هتعرف منه الفالنسي. فاكر من شويه لما قلت لك، بص هنرجع لمعلومه لسه قايلها لك دلوقتي. شفت البوزيتيف اللي احنا كتبناها بوزيتيف 1 و2 و3 دي؟ ده الفالنس بتاع الام نفسها او الفالنس بتاع الاليمنت اللي واقف في الجروب ده. والاو، بص الاو فين؟ الاو هنا احنا كاتب عندها كام؟ كاتب عندها نيجاتيف 2. حلو قوي. فانت دلوقتي لو جايب اليمنت اسمه ام من الجروب الثالث، مش ده الجروب الثالث اللي الفالنس بتاعته 3 والاو ده اللي الفالنس بتاعته 2، فبالتالي لما تمسكهم مع بعض هتبدل الفالنسي، فبالتالي الكومباوند هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه M2O3. وهو ده اللي عايزك تعرفه، ان كده الكومباوند عشان الام وقع في 3A هيبقى اسمه M2O3. طب مثلا لو الام وقع في 2A، هقول لك بسيطه، الام اهي وقع في 2A يعني الفالنس بتاعتها 2، والاو وقع في 6A يعني الفالنس بتاعته 2 برضه. لما تيجي تبدل ال2 هتروح مع ال2 من قبل ما تبدل، فهيبقى اسمه MO بس من غير اي ارقام. 32. Why does aluminum oxide disappear on adding a little amount من صوديوم هيدروكسيد؟ الالومنيوم اوكسيد اللي هو ده Al2O3 اللي انت عارف ان هو امفوتيريك، وادي NaOH اللي انت عارف ان هو بيز. بيقول لك ليه بقى لما تحط من شويه من ده على ده هيختفي؟ ما هو هيختفي، ده معناه ان هو عمل رياكشن. طب هو ازاي عمل رياكشن؟ ان ال Al2O3 ده هو امفوتيريك، فاشتغل كاسيد مع مين؟ مع البيز. يعني هو اتفاعل كاسيد لان هو امفوتيريك، فبالتالي هتقول له بيكوز الالومنيوم اوكسيد react as acid with the sodium hydroxide، وهو ده اللي حصل. ده سؤال هيلينك حته الكوانتم نمبر بتاعت شابتر 2 باللي احنا بنتكلم فيه. هنا بيقول لك ان الاربعه كوانتم نمبر بتاعت اخر الكترون موجود في الاتوم دي هيكون الثلاثه دول او الاربعه دول. طبعا اول اثنين بيقول لك انت واقف في انهي سب ليفل؟ 3 و0 يعني انت واقف في 3s. طب انا مش فاكر لما قلت لك ان الاس ب0 والبي ب1 والدي ب2 والاف ب3؟ فاكر الموضوع ده؟ فلما يكون ال ايكوال 0 يبقى انت واقف في اس، يبقى انت واقف في نفس 3s. والاس دي هي بوكس واحد فيها الكترون يا باصص لفوق يا باصص لتحت. طب الالكترون اللي باصص لفوق وباصص تحت ده الام اس بتاعته بكام؟ الام اس بتاعته بوزيتيف هاف، يبقى هو الكترون واحد باصص لفوق، يبقى كده 3s1. بما انه 3s1 يعني ده واقف في اول جروب خالص في البريدكت تيبل، يعني ميتال ولا نون ميتال؟ هتقول لي ميتال طبعا. خلاص يبقى احنا عرفنا من كل القصه اللي فوق دي ان الراجل ده ايه؟ الراجل ده ميتال. خلاص احنا بقى نتعامل على انه ميتال. طب الميتال دول عندهم ايه؟ هو عنده بيزك اوكسايد؟ عنده بيزك اوكسايد. لا دي غلط. ماشي، يبقى كده الاجابه يا بي يا سي، عنده بيزك اوكسايد.
عنده ايونيزيشن بوتنشال سمول، عنده ايونيزيشن بوتنشال سمول لانه انا ماشي كده بتزيد. امفوتيريك اوكسايد لا. واخر حاجه الكترونيجاتيفيتي بتاعته هاي، لا هو عنده لو الكترونيجاتيفيتي، عشان كده الاجابه بتاعتك هتبقى بي. يبقى هو بيزك اوكسايد وعنده سمول ايونيزيشن بوتنشال ومش امفوتيريك وما عندوش برضه هاي الكترونيجاتيفيتي وعنده سمول الكترونيجاتيفيتي. يلا يا عم افرح. هيا يا عم. سؤالين اهو. ايه ده، دول اخر سؤالين، ده انت هتفرح قوي. ماشي كده، يبقى احنا خلصنا يا صديقي الدرس ده، واحنا كده اخدنا فيه كل حاجه احنا عايزين نعرفها الحمد لله عرفناها. وان شاء الله هينزل لك الفيديو اللي بعديه ان شاء الله خلال الاسبوع ده، مش هستناه لحد يوم السبت ان شاء الله، ربنا يقدرني واخليه لك في وسط الاسبوع. فذاكر كويس علشان لما نبدا ريفيجنز يبقى انت مذاكر كل حاجه ان شاء الله، عشان ان شاء الله هعمل لكم ريفيجن قويه جدا جدا جدا. فكركم تاني الدرس اللي قبل ده موجود على المنصه، ممكن تبص على الديسكريبشن تحت هتلاقي لينك المنصه، هتلاقي ازاي تعمل اكونت عليها والرقم اللي انت هتطلب منه كود عشان يفتح لك الحصه. وبالتوفيق يا شباب ان شاء الله، واشوفكم الدرس الجاي. السلام عليكم.